بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور احمد السعدين وحلقه جديده من برنامج صدرتك في بيتك. اتفقنا ان حلقه النهارده هنتكلم عن المنتجات اللي بترفع المناعه بالنسبه للاطفال اللي هم عندهم نقص في المناعه، لان اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن انتشار الفيروسات والحساسيه الصدريه والالتهاب الرئوي وازاي نمنعه او نقلله عن طريق استخدام الادويه اللي بترفع من المناعه. هنقسم الاطفال النهارده لجزئين، جزء كويس مناعته كويسه بس مش عايزين يصاب بامراض الحساسيه او البرد او الرشحه او الزكام او تتكرر او تكون بنسبه كبيره عندهم، والجزء الثاني اصلا هو مريض حساسيه او مناعته ضعيفه. هنتكلم عن الجزء الاول اللي هو الطفل السليم اللي ما فيهوش حاجه بس احنا عايزين نقوي مناعته. هناخد له السانسميون شرب او السانسميون بلس او الاميولانت شراب والسي فيت نقط او الفيدروب نقط، وهنتكلم على الجرعات في التعليقات لما تسالونا على الجرعات باذن الله. الميزه اللي فيهم ان هو بيحتوي على فيتامين د، بيحتوي على زنك، بيحتوي على فيتامين سي، بيحتوي على شينيسي، ودول بيرفعوا المناعه كويس جدا وبيقلل من خطر الاصابه بالالتهابات الفيروسيه او البكتيريه او حساسيه الصدر. دول بالنسبه للاطفال اللي هم مناعتهم كويسه بس عايزين يدوم حاجه ترفع المناعه والمناعه تكون افضل من كده. بالنسبه للاطفال اللي عندها نقص في المناعه او عندها تكرار في نزلات البرد او الرشحه او الزكام او الانفلونزا، التهابات الحلق واللوزتين، الاذن الوسطى، الكحه اللي بتقلب معاهم بحساسيه صدريه او التهاب رئوي لا قدر الله، الطفل ده هنمشيه على حاجه اسمها ليلي بيل اكياس، ودي حاجه اسمها ماست سيل ستابلايزر. يعني ايه؟ يعني دي حاجه بتقفل الخليه دي بتبقى فيها حاجات او فيها مواد، لما الخليه دي بتتفتح المواد دي بتخرج اللي هي عباره عن هيستامين او ليكوتريين. المواد دي بتسبب اثاره للحساسيه او هي اللي بتزود الحساسيه او بتحول نزلات البرد والانفلونزا دي لحساسيه صدريه نتيجه افراز الهيستامين او الليكوتريين. فاحنا لما بناخد الليلي بيل دوت بيقفل الخليه دي خالص، بيعملها ماست سيل ستابلايزر، فبالتالي ما بتخرجش المواد ديت، فبتقل الاصابه او بتقل اعراض الحساسيه الصدريه والالتهاب الرئوي عند الاطفال دي. لو الطفل اقل من 4 سنوات بياخد ليليبيل كيس على كوبايه زبادي مره واحده بالليل لمده شهر او 3 شهور، وده طبعا على حسب حده المرض او الحساسيه اللي بتبقى موجوده عنده. لو اكبر من 4 سنوات بياخد ال 5 مللي جرام وهي اقراص مضغ مره واحده مساء. في حاجه تانية، اكياس تانية بناخدها اسمها برونكوفاكسوم، ودي عباره عن الميكروب بيبقى ميت او في صوره خامله، بناخدها لمده 3 شهور ودي بتحمل لمده 6 شهور لقدام. بناخدها لمده 10 ايام ونريح ال 20 يوم لمده 3 شهور، يعني بناخد اول 10 ايام ونريح ال 20 يوم، ناخد ال 10 ايام اللي بعدهم ونريح 20 يوم، ناخد ال 10 ايام اللي بعدهم ونريح 20 يوم، يعني 10 ايام من كل شهر لمده 3 شهور. ودي بتحفز المناعه للجسم ان الجسم يفرز اجسام مضاده ضد الميكروب اللي احنا دخلناه عن طريق البرونكوفاكسوم، فبالتالي لما تيجي تحصل الاصابه الجسم بيتعرف عليها فبتقل حده المرض وبيقل عدد المرات اللي بيتم فيها الاصابه، وبكده بنبقى حفزنا المناعه بالنسبه للاطفال اللي اصلا مناعتهم كويسه اديناهم الادويه اللي قلنا عليها في الاول، والاطفال اللي مناعتهم مش كويسه او مناعتهم قليله وبيجي لهم اصابات بحساسيه صدريه او التهاب رئوي متكرر، قلنا يستخدموا ايه؟ بجانب برضو ان هم يستخدموا السانسوميون شراب او الاميولانت شراب والفيتامين د، ده اساسي معاهم يوميا. كده حافظنا على الاطفال اللي هي مناعتها كويسه والاطفال اللي مناعتها ضعيفه من خطر الاصابه او تكرار الاصابه بالحساسيه الصدريه او الالتهاب الرئوي. عشان غيرك يستفيد اعمل لايك وشير وادعمني، وشكرا.